السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده تورتايه سهله جدا وبمكونات بسيطه وسهله للمبتدئين. هنسمي الله كده يا جماعه، نقول بسم الله. هجيب القطاعه اللي هي بتاعه الكيك دي، هخليها على 8. واهم حاجه لازم نبقى مثبتين. هنسمي الله بسم الله، ثبتيها على رخامها كويس جدا واقطعي. الله، شايفين الاسبونج من جوه حلو ازاي؟ وهشيل الوش ده اللي هسقي بيه التورتايه. هجيب كام فراولايه كده، عليهم معلقه سكر كبيره وشويه لبن، وهضربهم بسم الله. هجيب الطبق ده لان ما عنديش حاجه بصراحه ان انا ازوقها عليها، وبالصوص اللي احنا عملناه اللي هو بتاع الفراوله ده، وهشربها. وهضيف طرنشات فراوله كده. اول طبقه خلصت. ده خلصناها، هنديها اول تغليفه يا بنات، وبعد كده هنشيلها في التلاجة نص ساعه. كده طلعتها من التلاجة بعد نص ساعه. هبدا اديها طبقه الكريمه التانية. فراوله بسم الله. هجيب طرنشات فراوله وهضيفها كده بسم الله. فراوله زي ما انتم شايفين كده داير ما يدور. جيب فراولايه وتقطعيها طرنشات، وهتسيبي دي ماسكه كده، وهتقومي فردايه اهي بايديكي، وهتضيفي كده بسم الله. معايا ملمع جل بتاع الحلويات، وده شكل طبقات الكيك معايا من جوه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. حبيت ان انا اوريها لكم. حلوه جدا، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا. واللي ما قدرش يحقق حاجه في 2022 يحققها ان شاء الله في 2023 وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.